كي تكون مسألة خلافية. ذكرنا هذا مرارا ونذكره باستمرار. إذا تقرر لتتسع صدورنا لما اتسعت له الشريعة فقط. فإذا كان صدر الشريعة يسع، لماذا لا تتسع صدورنا؟ الإمام حسن البنا رحمه الله من أقواله اللطيفة الرائعة جدا، وقد استنبط هذه القاعدة من صاحب المنار محمد رشيد الرضا، كي قال: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تعمدت ذكر هذه القاعدة إن ورد إلي السؤال بهذه النقطة بالذات. يقول لك: أي كيف يعني كيف؟ فقلت له: كيف؟ أنا أقول أيضا كيف. مسألة خلافية، واش ندير بها؟ يلا ماذا تفعل؟ تلغي، ما عندكش بأي منطق تلغي وبأي حجة تلغي القول الآخر. هو اسمع لكل الأحاديث. حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود سمعتوه، وحديث البياضي عند الموطأ الإمام مالك سمعتوه، وابن عبد البر إنك حديثا صحيحا، حديثان ثابتان صحيحا. فرت المشكلة عادي. هذا يجوز وهذا يجوز السلام. والحمد لله، وهذه من رحمة الإسلام. من رحمة الإسلام يستوسع في الأنخ، يستوسع في الأنخ. هذه السكة لو كان يعني يون كان عند دين يون ولا شريك ساه تصلي المغرب 7 ركعات، المغرب 3 ركعات، تصليها في المسجد العتيق في تيزي وزو، ولا صليها في المسجد الحرام بمكة المكرمة وفي المسجد النبوي في المدينة المنورة، عادي. هي القطعيات هي، ولكن المسائل اللي فيها يعني ساعة رحمة بنا، الحمد لله. علاش ما نحمدوش ربي كي تكون هكا رحمة؟ نحمد ربي ما دام هذا الأمر يصح. ممكن واحد منكم يغلط، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، من بعد عادي، أنت لم تخرج من الشريعة، يجوز. وإذا لم تقرأ به يجوز، وإذا غتفرع الله يبارك.